بسم الله الرحمن الرحيم. عايز أستأنف مع حضراتكم موضوع اللي كنا اتكلمنا فيه قبل كده عن كيف نتثقف، لإن أحد الإخوة الأصدقاء اللي هو كان طرح عليَّ السؤال أصلًا، قال لي برضه إن الموضوع عايز شيء من التوضيح أكتر وحاجات زي كده. ماشي، ده كلام سليم. أنا بس هاتكلم الأول في حاجة اللي هي إيه معنى يعني مش تفسير الثقافة التفسير الأنثروبولوجي أو الفلسفي، لا، لا، لأ، التفسير يعني الشعبي العام. الثقافة إيه؟ إيه هي الثقافة بالنسبة لنا؟ في ناس بتعتقد إن الثقافة هي العلوم الطبيعية. العلوم الطبيعية اللي هي الفيزيا والكيميا والرياضيات والمش عارف إيه، طبعًا ده كلام غلط، كلام جهل. لإن دي يعني أنت عشان إيه هيفيدك بإيه إنك تعرف الزوابع بتحصل إزاي أو مش عارف الزلازل بتحصل إزاي، هتفيدك بإيه؟ قُل لي كده، هتفيدك بإيه؟ ولا حاجة. هي معلومات عامة مش وحشة بس هتفيدك في حاجة؟ ولا حاجة. الذرة بتتكوّن من إيه؟ بيعملوا القنابل الذرية إزاي؟ هتفيدك بإيه الحكاية دي؟ ولا حاجة. أنا لا أعتبر دي ثقافة، ده علم. أنت ممكن تاخده لو أنت هتستخدمه أو من باب المعلومات العامة كده كفكرة عامة، لكن الثقافة هي الحقيقية هي العلوم الإنسانية. يعني أنا راجل مهندس لكن أنا عارف يعني إن الثقافة هي العلوم الإنسانية. يعني أنا لمّا أشرح لك إزاي أنا كمهندس إزاي بنبني البيت، وإزاي الأساسات والsoil mechanics والمش عارف إيه والإيه والإيه، هيفيدك بإيه؟ وأنت هتشتغل مهندس؟ لأ. هتبني بيت لنفسك مثلًا وعايز تبقى عارف إيه إزاي البيوت بتتبني؟ كام في المِيّة من الناس عندهم مش هتفيدك بحاجة. وبرضه حتى لو قعدت أقول لك محاضرات في الهندسة، مش هتعرف إن أنت تبني بيت لنفسك أو تشرف على بيت بنفسك، مش هتعرف لإن ما عندكش وأنا طبعًا باتكلم عن خبرة طويلة في الحياة. يعني في ناس يقول لك إيه النجار المسلح والحداد المسلح والمراقبين واللي هو الناس دي يعني عندهم قدرة على البناء ويقدروا يعملوا طبعًا ده جهل، ده جهل شديد جدًا. الناس دي ما عندهاش القاعدة العلمية للهندسة الإنشائية، ما عندوش النظرية العلمية ولا الهندسة الكهربائية ولا الهندسة الميكانيكية. هو ده عنده الخبرة، الحاجات اللي شافها. يعني النجار أنا شُفت مقاولين هو كان نجار مسلح. طب يقول لك أنا هابني عمارة، ما يعرفش لإنه ما عندوش يمكن يقع في أخطاء ساذجة توقّع العمارة، لإن ما عندوش النظرية الإنشائية. النظرية الإنشائية دي بتدرسها في كلية الهندسة، أُمّال إحنا بندرس 5 سنين ليه في كلية الهندسة؟ عشان تدرس النظريات، بحيث إن أنت تقدر تميّز الخطأ من الصواب. أنت فاهم؟ السيخ الحديد ده بيعمل إيه دلوقتي؟ يعني أنت شايف السيخ الحديد دلوقتي ده بيشتغل إزاي؟ بيتشد ليه؟ بيتحط هنا ليه؟ ما بيتحطش هنا ليه؟ فوق، تحت، ليه تخين، ليه رفيع، ليه وكذلك الكباري مش عارف إيه والأنفاق وكل الكلام ده النظرية العلمية دي عمرك ما هتعرفها، أنت ممكن تعرفها كثقافة عامة ماشي كويس أوكي كتسلية يعني entertainment ماشي، لكن أنت هتستخدمها لأ. لكن الثقافة الحقيقية هي العلوم الإنسانية. العلوم الإنسانية اللي هي إيه، اللي هي خاصة بالإنسان نفسه، بحياة الإنسان، اللي طبعًا بتبدأ ب العلوم الدينية طبعًا، لأن أنت راجل مثلًا متدين، راجل مسلم لازم تفهم القرآن الكريم تفسيره، تاريخ بتاعك والتاريخ الإسلامي وتعرف الحلال والحرام وما إلى ذلك. وبعد كده ت ت ت تاني حاجة يعني الدين number one الأساس، وبعدين العلوم الدينية يعني طبعًا أنا مش عايز أنا برضه أخش في منطقة إيه، الناس اللي هم إيه بقى إيه، يقول لك قضّي حياتك كلّها في الجامع يا إخوانا ما ينفعش كده بقى أُمّال الصحابة اللي كانوا بيحاربوا دول وكانوا يعني إحنا ماشي أنت عليك ربنا فرض عليك عبادات، اعملها وانطلق في الحياة، اعملها وانطلق في الحياة. ف بتبقى متضايق وفي ناس إيه يقول لك إيه هي الثقافة الدينية وخلاص أنا مش عايز أعرف حاجة تاني. يا ابني غلط الكلام ده، الكلام ده غلط. زي مثلًا أيام الشيخ الشعراوي الله يرحمه، أنا طبعًا من محبي الشيخ الشعراوي جدًا، لكن كنت بالاقي ناس يقول لك هو ده العلم، هو ده الشيخ الشعراوي مش محتاجين أي علوم بقى ولا علوم ذرة ولا علوم يا أخوانا إيه ده اللي بتقولوا عليه؟ ولا علم اجتماع ولا علم تربية ولا مش معقول الكلام اللي بتقولوه ده، مش معقول. ده علم ضروري اللي هو العلم الديني، لكن ده يعني الفرشة بتاعتك اللي هي هتدّيك المضمون الأخلاقي لحياتك وهدف حياتك وأنت عايش ليه وهتتجوّز إزاي أوكي، لكن
في بقى مجموعة العلوم اللي بعد كده دي لا تقل أهمية، زي علم التاريخ. يعني بعد العلوم الدينية علم التاريخ، التاريخ العام للبشرية، التاريخ بلدك، ده مهم جدا. يعني انك تعرف التاريخ هي يعني العلوم الدينية دي عشان تعرف حياتك انت كشخص رايحة فين وجاية منين. اوكي. بعدين علم التاريخ، لازم تعرف تاريخ الانسانيه. في كتب كده تقول لك مختصر تاريخ الانسانيه. في عندي كذا كتب كتير. انت ممكن تقول تاريخ الانسانيه في 45 كتاب زي وولد ديورانت مثلا بتاع قصه الحضاره. اوكي. لكن ممكن مش محتاج انت تقرا قصه الحضاره بالكامل يعني. في كتب، في واحد مؤرخ اسمه الماني اسمه جومبريتش يقول لك مختصر تاريخ العالم. كتاب كده جميل جدا بيديك تاريخ الانسانيه كله في كتاب. وفي حاجه تانية اسمها برضو مختصر تاريخ العالم. يعني يكفيك، عايز لازم تعرف الحضارات كان في ايه وايه، وامتى اكتشفوا الزراعه، وامتى مش عارف ايه، ومين، والفراعنه عملوا ايه، ودول ايه وايه، والحضاره الغربيه راحت فين وجاي منين لازم تعرف الكلام ده. يبقى التاريخ، يبقى العلوم الدينيه، وبعدين العلوم التاريخ. الفرشه هي العلوم الدينيه. لازم تاخد قدر معقول منها، ما تتغوطش قوي وتقعد بقى تستغل في التفسير وتستغل في علم الحديث امال العلماء الازهر يعملوا ايه؟ يعني مش فاهم، ده شغلة ناس، دي شغلة ناس. انا مع اني درست سنتين في السعوديه في معهد علوم القران، لكن اي حد بيسالني في الدين بقول له اتصل بدار الافتاء او اتصل بالازهر واعرف بنفسك انت. انا مش مفتي، انا ثقفت نفسي عشان اعرف حياتي امشيها ازاي، لكن مش ان انا افتي للاخرين واقعد اقرا بقى كتب الحديث وكتب زي كان في زمان شركه توظيف اموال اسمها الريان. الريان دي كانت بتنزل كتب دينيه يعني، وكانت بتعمل لها اعلانات في التلفزيون. الريان كتب، كانوا نزلوا كتاب اسمه فتح الباري في شرح صحيح البخاري. الكتاب ده عباره عن كرتونه كتب كده، كرتونه مجلدات، يجي مش عارف 20 كتاب ولا ايه، مجلد واحد بيشرح صحيح البخاري في 20 مجلد. والناس بتشتري الكتب دي. انا واحد صاحبي صديقي كان زميلي في الكليه راح اشترى الكرتونه دي. طب يا ابني انت اشتريتها تعمل بيها ايه دي؟ يا ابني هتعمل بيها ايه؟ انت ما تقرا حديث البخاري، صحيح البخاري وخلاص، كتاب واحد كده. انت جايب 20 مجلد، يعني هتضيع من عمرك 10 سنين عشان تفهمه حديث البخاري. ايه يا ابني ده؟ مش مطلوب منك الكلام ده. انت لما يكون عندك سؤال في الدين اسال دار الافتاء او اسال شيخ كويس دكتور ولا حاجه في الازهر هيقول لك وخلاص. مش محتاج انت تتعمق قوي كده زي ما يبقى دلوقتي قلنا العلوم الدينيه قدر معقول من العلوم الدينيه لنفسك. وبعدين انت لازم تعرف التاريخ، تاريخ العالم اجمالا، مش تاريخ بالتفصيل، لا تاريخ يعني التاريخ الاجمالي للعالم، تاريخ الحضارات الانسانيه. لازم تبقى عارف ايه الاشوريين وايه البابليين وايه السومريين وايه الاغريق وايه الرومان وايه الفرس وايه حضاره الازتك وايه الحضاره الغربيه الحديثه، ولازم تعرف الملامح العامه للحضاره الانسانيه. ده التاريخ. بعد كده بتخش على الفلسفه. الفلسفه يعني نشوف نمره ثلاثة، الفلسفه ليه بقى؟ لان الفلسفه دي هي علم العقل الانساني، علم الافكار. يعني الانسان بيفكر، كائن مفكر، بيفكر في اشياء كتير، اشياء تخصه واشياء تخص بيئته واشياء تخص العالم، وقضايا بيفكر فيها، قضايا كتير جدا، قضايا فلسفيه يعني. الفلسفه دي موال طويل بيفكر فيها الانسان. شيء كل انسان هو متفلسف بالفطره. لو رحت للراجل اللي بيبيع بيشوي بطاطا ده هتلاقيه فيلسوف. ليه؟ لما تقعد تساله هتلاقيه عنده نظريه فلسفيه، نظريه على قد تفكيره مش صحيحه بس هي على قد هو عنده فلسفه. يقول لك يا ابني الدنيا دي مش عارف ايه. انا كنت وانا صغير اقعد اسمع الناس العواجيز دول يقول لك الدنيا دي يا ابني مش عارف ايه، والدنيا دي مش ايه، دي فلسفه. طب ما دي فلسفه، بس فلسفه ساذجه بسيطه يعني، مش منطق يعني، مش فلسفه قويه يعني، قايمه على تصورات ساذجه. خلاص. يبقى اذا كلنا فلاسفه ولكن في ناس بيمارسوا الفلسفه زي كلنا لعيبه كوره. مش كلنا بنقعد نتفرج على المباريات ايه شوطها ولا كده يمين، ايه انت ولا ايه مش عارف ايه ايه ايه, إيه. طب انزل انت العب، ولا هتعرف حتى تباصي الكوره. احنا يعني كلنا لعيبه كوره، لكن اللعيب المحترف ده حاجه تانية.
اللي في الملعب ده حاجه تانية، وهو نفسه اصلا مستويات، يعني اللي بيلعب في انبي مش زي اللي بيلعب في ليفربول مثلا.